كويس ومفيهوش حاجه والناس بتنزل عادي. لقينا النهارده بقى اما جينا شايفين الموجه هايجه ازاي وعامل ازاي من بعيد، حتى شايفين حتى الاطفال بيقفوا على الشط خايفين يدخلوا. ربنا يا رب يسترها يا رب علينا وعلى الجميع يا رب، ويصلح حالنا حال الناس كلها، ويعدي ايام على خير يا رب. شايفين بجد عامل ازاي؟ يعني الواحد كان بيجي حاجات برضه بنشوفها على التلفزيون وعلى النت، كنا بنقول يعني ايه مفيش حاجه وكده، بس برضه البحر برضه مش كويس خالص النهارده. شايفين عامل ازاي من بعيد حتى؟ ربنا يا رب يسترها يا رب. شايفين يعني انا حتى وانا واقفه بصور لكم الموجه بتيجي عاليه خالص رغم ان انا واقفه على الشط. شايفين وتلاقي الرمل نزلت بالواحد، وممكن الواحد يبقى واقف في مكانه وتلاقي حته غويطه فجاه مره واحده على الشط كمان، يعني مش لجوه ولا حاجه. فربنا يا رب يسترها يا رب ويعدي الايام دي على خير يا رب، وكل حاجه كده بتحصل ربنا كده يعافينا منها ومن اي شر يا رب، احنا وانتوا والجميع يا رب. ودايما كده نذكر ربنا كده، ان ربنا كده يمنع عنا وعن ولادنا وعن احبابنا كل اذى وكل حاجه وحشه. شايفين الموجه عامله ازاي من بعيد؟ شايفين الولاد عمالين يجروا وخايفين ازاي لانها بتيجي. شايفين فظيعه فظيعه. انا واقفه على الشط وشايفين الموجه عامله ازاي، عشان بس اصور لكم بس وتشوفوا ايه صوت حتى البحر هايج وعالي ازاي. رغم ان اليومين اللي فاتوا كان اي حد بيكلمني اقول له البحر حلو والموجة حلوة وهادية، وهي فعلا كانت كده والله، بس ربنا بيغير من حال لحال في ثانية. وان شاء الله ربنا كده يغير حالنا لأحسن حال دايما، احنا وانتوا دايما يا رب، ويبعد عنا وعن ولادنا الأذى يا رب، ودايما نبقى كده فرحانين ومبسوطين بحياتنا ومبسوطين بعيشتنا، وربنا يا رب معانا ومع الجميع يا رب ان شاء الله. شايفين والله الحاجات دي بتعلم الواحد ان دايما الواحد يذكر ربنا، دايما يبقى مع ربنا، لان كل حاجة كويسة او وحشة بايد ربنا. ربنا هو اللي بيسخر كل حاجة، بيسخر لنا حتى الانسان، يسخر الانسان للانسان، يسخر البحر للانسان، يسخر كل حاجة في الدنيا للانسان. وربنا يعني كبير ورحيم بينا، وان شاء الله كل حاجة وحشة تعدي وكل حاجة مش كويسة تعدي، والدنيا تبقى كويسة والحياة تبقى كويسة بينا. وربنا يا رب كده يقدم دايما الخير لينا ولولادنا ويسعدنا دايما. شايفين انا عمالة اسمعكم بس صوت البحر ازاي. ناس كتير قوي خايفة تيجي والله، يعني ناس قرايبي وناس معارفنا واصحابنا يتصلوا بينا يقولوا لنا انتوا عاملين ايه، البحر عامل ايه، صحيح الكلام اللي احنا سمعناه؟ نقول لهم لا البحر كويس، وفعلا كان كويس اليومين اللي فاتوا والله. كنا بنيجي نلاقي البحر هادي والموجه مش عاليه ولا حاجه، بس النهارده فعلا الموجه فظيعه زي ما انتوا شايفين. وشوفوا من بعيد بتبقى جايه عامله ازاي، يعني حتى شوفوا من بعيد عامله ازاي. ما كانتش كده خالص اليومين اللي فاتوا نهائي، ما كانش في موجه بالشكل ده، هي بتبقى موجه بسيطه كده على الشط وخلاص. لكن النهارده سبحان الله الموجه فظيعه وصوت البحر فظيع، يعني سبحان الله سبحان الله. ربنا يا رب يحمينا ويحمي ولادنا ويحمي كل الناس يا رب من اي اذى ومن اي مكروه. شايفين الموجه من بعيد عامله ازاي؟ حتى اللي على الشط الناس واقفين يصفروا دايما للولاد عشان برضو محدش يدخل البحر، هتلاقي كله خايف برضو يدخل، واقفين على الشط خالص بره، يعني عمالين يبصوا للبحر كده خايفين ان هم يدخلوا. انتوا عارفين يعني احسن حاجه في الوقت ده ان احنا نقعد كده على البحر نذكر ربنا، نسبح، نستغفر، ندعي ربنا دايما ان يبعد عنا اي حاجه وحشه، نحمد ربنا على اللي احنا فيه برضو، الحمد لله على كل شيء، حتى لو الحاجه مش عجبانا ومتضايقين منها وحاجات كتير مشاكل، بس كل يهون، كل حاجه بتهون والله العظيم، وربنا بيهون كل حاجه في لحظه وبغمضه عين.
زي اللي بيحصل كده دلوقتي. اديكوا شايفين في لحظه وغمضه عين البحر بيتقلب والحاجه بتتقلب وكل حاجه بتتغير في لحظه في غمضه عين. فالواحد يقعد بقى يذكر ربنا، يسبح كده قدام البحر، يدعي ربنا باللي نفسه فيه. دايما كده تبقوا مع ربنا بالدعاء وبالرزق بالفرج بصلاح الحال، وان شاء الله كل حاجه ربنا ان شاء الله يهونها علينا ويسعدنا ويسعد ولادنا. كل حاجه بتهون والله العظيم. المهم الانسان يبقى بخير وولاده كويسين حواليه، كل حاجه بتهون وربنا بيهونها. وان شاء الله ربنا يصلح حالنا ويبعد عنا اي حاجه وحشه. بس المهم احنا نرضى، ونرضى بكل حاجه. يعني الواحد بيشوف المناظر دي وبيشوف الحاجات دي بيقول يا رب الرضا من عندك. انت قادر تصلح كل حاجه، زي ما قادر كده بتغير كل حاجه، قادر تصلح كل حاجه احنا تعبانين منها او متضايقين منها، او حاجه تعبانه، حاجه مضايقانا في حياتنا، في المعيشه، في كل حاجه. ربنا قادر يعمل كل حاجه، بس احنا المهم نبقى مع ربنا ونكلم ربنا. دايما نكلم ربنا، يعني الواحد دايما وهو قاعد يكلم ربنا ان ربنا يصلح حاله ويعدي الايام اللي وحشه على خير، ويرزقنا برزق واسع، ويرزق ولادنا ويصلح حالهم. دي اهم حاجه في الدنيا، ان انت تكون راضي، الانسان راضي بكل حاجه، بالحلو بالوحش، كل حاجه بتحصل له في الحياه. فربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويصلح حال الجميع. وهنقعد بقى دلوقتي على الشط كده شويه، نقعد بقى مع ربنا كده، ندعي كده ربنا يفرجها علينا ويصلح حالنا ويبعد عنا الاذى ويهون كل حاجه وحشه. اولادي بقى قاعدين بقى اهو دلوقتي، واحد قاعد بقى بينظف سلسلته الفضه. على فكره السلسله الفضه بتتنضف حلو قوي بالرمل بتاع البحر، فبيبقى بتلمع. احنا بتعمليها كمان في البيت بكربوناته، دي بتنضفها بتخليها بتلمع، بتخليها في منتهى الجمال. اهو سيف بقى قاعد بينضف السلسله، ما هو مش عارف ينزل البحر بقى، الموجه عاليه، فقاعد بينضف السلسله بقى يظبط فيها. وابني التاني بقى قاعد يعمل هرم بالرمل. شايفين بقى السلسله بقت بتلمع وجميله ازاي؟ شايفين بقت تحفه. يعني هنا البحر تلمعي بيه سلسله ذهب، سواء ذهب او فضه، بتطلع بقى بتلمع وجميله كده زي ما انتم شايفين، جميله. اهو الولاد بقى فاضيين بقى، مش عارفين ينزلوا البحر، عمالين يعملوا في اهرامات. بس والله القعده على البحر جميله برضه، يعني رغم ان هو موجه عالي وكده، بس تحب برضه الواحد يقعد قدامه كده يتامل حتى فيه كده، ويتامل كده في ملكوت ربنا. ابني بقى اخر ما زهق قال هنزل شويه كده على الشط وخلاص، عشان زهق عايز يقعد في البحر شويه، عشان خلاص بقى قربنا نمشي. قاعد شويه كده مع نفسه على الشط. واقف انا مخليه بالي منه طبعا، عشان لو راح بعيد شويه ببقى طبعا هموت. لو مشي بعيد شويه كده في البحر على طول ببقى قاعده قدامهم، لازم ابقى قاعده قدامهم كل شويه اشاور لهم عشان ما يروحوش بعيد. وربنا يا رب يحفظ ولادنا جميعا من كل شر ومن كل سوء يا رب. بس هو رغم كده والله القعده برضو كويسه، وانك قاعده كده قدام البحر، و منك كده لربنا كده، عماله تكلميه وتدعي ربنا. احلى حاجه بقى ان الواحد ما بيقعد قدام البحر، انك بتبقى قاعده يعني وخصوصا لما تكوني قاعده لوحدك او انت وولادك بس، ما فيش زحمه بقى معاكي ولا حاجه، تبقي قاعده كده مركزه ان انت تدعي لهم، تكلمي ربنا. عايزه حاجه نفسك فيها بتقعدي تدعي فيها، هتسبحي، تتكلمي كده معاهم، تاخدي بالك منهم. يعني في حاجات كتير الواحد برضو حتى لو ما نزلش البحر او العيال برضو ما نزلوش البحر،
انت قاعده برضو مركزه ان انت بقى ايه، يعني قاعده بقى تدعي ربنا، تتكلمي، اه تشوفي حاجه كان نفسك فيها وانت قاعده كده شايفه السما كده قدامك والبحر قدامك، وسبحان الله بقى في تغيير الاحوال واللي بيحصل ده كله تقعدي تدعي ربنا بقى باللي نفسك فيه واللي انت عايزاه. ودايما الواحد كده يقعد يتكلم ربنا، يعني دايما الواحد يقعد يتكلم ربنا في كل وقت، مش شرط على البحر بس، او عشان انت شايفه حاجه غريبه او حاجه في البحر كده مش مظبوطه. كل ده بتاع ربنا. فاحنا مننا احنا عباد ربنا نعمل ايه؟ ندعي يصلح حالنا، يهون اي حاجه مش كويسه، يفرحنا بولادنا، يصلح حالهم. كل دي والله العظيم نعمه من ربنا، ان الواحد بس يقعد كده يكلم ربنا، دي نعمه من عند ربنا، ان ربنا اداكي لسان تذكري بيه ربنا وتكلميه وتناجيه دايما، ان انت نفسك في حاجه، نفسك ربنا يحقق لك حاجه. يعني دي احسن، دي نعمه من ربنا، ان الواحد بس كده يذكر ربنا، دي نعمه من ربنا نحمد ربنا عليها. وربنا يا رب يصلح حالنا كلنا يا رب، ودايما كده يبقى لساننا شاكر وذاكر ربنا وحمدينه على نعمته في كل حاجه ربنا بيديها لنا. الف حمد وشكر ليك يا رب. يا رب بقى يكون ايه النهارده كده الفيديو عجبكم، ويوم كده معاكم كده في المصيف، وايه وان شاء الله اشوفكم بقى السنه الجايه كده في المصيف على خير، ويكون بقى ايه الجو برده حلو، ويكون برده البحر حلو بقى كده، ويكونش كده فيه الحاجات اللي فيه دي والموج عالي هو اليومين دول عشان المد طبعا والجزر والحاجات اللي حصلت الحاجات اللي حصلت يعني في البلاد اللي برضو تبع البحر المتوسط، كل ده برضو بيأثر علينا برضو، يعني مفيش حاجة برضو ما بتأثرش، كل حاجة برضو بتأثر علينا وعلى الشواطئ بتاعتنا برضو. وطبعا زي ما انتم شايفين يعني هو البحر هو بيتكلم عن نفسه، شايفين عاملين ازاي والموجة عاملة ازاي، يعني كل ده برضو بيتأثر علينا. شايفين والله العظيم الموجة جت عالية، انا كنت هقع وانا بكلمكم قفلت الفيديو عشان كنت هقع وانا بكلمكم. المهم يعني ربنا يصلح حالنا، واللي عايز يجي البحر برضو يجي، انت برضو قاعدة في البحر على الشط هتستمتعي برضو بالبحر وهتستمتعي بالقعدة قدامه، ولادك برضو هيفرحوا ان انت قاعدة برضو قدام البحر. بس المهم تاخدي حذرك ان انت ولادك ما يخشوش بعيد، يبقوا قدامك على الشط، محدش يدخل جوه. شايفين البحر فاضي ازاي؟ الناس كلها قاعده على الشط بره، يعني اللي بيدخل بس كده ايه حته صغيره قدام الشط، ما بيخشش بعيد، عشان خاطر برضو الموج عالي قوي وممكن تسحب لجوه. فربنا ان شاء الله يسترها علينا وعليكم وعلى الناس كلها، كل الناس كده ما تشوفش اي حاجه وحشه لا في نفسها ولا في ولادها. شايفين الولاد برضو مش صابرين ومش عايزين يقعدوا على الشط برضو، والله انا واقفه معاهم في الميه عشان بس اخد بالي منهم. شايفين عامله ازاي؟ وبرضو عايزين يدخلوا، والله العظيم انا بشوفهم بيدخلوا بترعب ان هم داخلين في الميه وهي كده. ربنا يستر بقى يا رب. بس هم مزاجهم بقى يلعبوا بالكوره في قلب الميه، وانا بخاف الكوره تروح بعيد ما يعرفوش يجيبوها، لا يفضلوا يجروا وراها. لو الموج هادي بتروح منهم هنا وهنا ويجيبوها، انما الموج عالي طبعا حتى لو راحت بقى خلاص مش هنجيبها، لان مش هخليهم طبعا يروحوا يجيبوها. وعماله اقول لهم اقعدوا على الشط، اقعدوا على الشط احسن، برضه مش عايزين يمشوا غير لما يدخلوا جوه الميه، وانا معاهم اهو في قلب الميه، مع ان انا بحبش انزل الميه يعني، بس انا واقفه عشانهم هنا. هي الولاد بتبقى عايزه تفرح وينبسطوا باليوم اللي بيقعدوا فيه في البحر، فهنعمل ايه؟ لازم نبقى معاهم ونفرحهم. الايام اللي فاتت كلها جينا بس كانت الموجه مش عاليه كده خالص، كانت الموجه اكن مفيش موجه اصلا، بس هو بس اليومين دول كده الموجه من امبارح والنهارده، وخصوصا النهارده عاليه كمان عن امبارح كمان. وان
شاء الله يا رب ما حدش كده يشوف حاجه وحشه ابدا، لا في نفسه ولا في ولاده ولا في حياته ولا في اي حاجه، وبرده الناس تستمتع بحياتها، وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. بس انتوا بس ايه دايما كده تبقوا مع ربنا وادعوا ربنا، وكل حاجه ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه. اهم حاجه انت تفرحي كده باللي انت فيه، حتى والله لو في حاجه مزعلاكي مضايقاكي كله بيهون، ما دام انت قاعده مرتاحه مع اولادك مثلا، شايفاهم كويسين، شايفاهم مبسوطين ان انت معاهم. يعني الولاد بيشوفوا مامتهم معاهم بيبقوا مبسوطين ان مامتهم معاهم اكتر من اي حاجه بتفرحهم، بيفرحوا ان مامتهم معاهم. حتى لو هما بيتفسحوا والفسحه ما عجبتهمش قوي او ما انبسطوش منها قوي، بس فرحتهم ان مامتهم معاهم قاعده معاهم، محسساهم بالامان ومحسساهم ان هي واخده بالها منهم، دي بتفرح الولاد. فربنا برضو يفرحنا كلنا ويفرح ولادنا ويحفظهم يا رب، وبرضو تستمتعوا بالبحر وتستمتعوا بالقعده قدامه، وان شاء الله كده حياتكم كلها تبقى فرح كده وسعاده وصيف جميل علينا وعليكم. وان شاء الله كده ايه اشوفكم ان شاء الله بقى السنه الجايه اما اجي اصيف تاني واكلمكم برضو عن البحر، بس ان شاء الله بقى يكون هادي ويكون حلو، ما فيهوش بقى ايه الهيجان بتاعه دون، وربنا يصلح الحال يا رب. بشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا كنت معاكم بنت محمد، واللي يعجبه بقى القناه يشترك فيها وفعل الجرس ويصلي بينا على النبي كده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا وترضى عنا ويصلح حالنا يا رب.